أريوس يا اخواتي، اول حاجة صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام. ومعاكم كلوة، وهقدم لكم فيديوهات كتير لملخصات انمي ومانهوا، فيا رب الفيديوهات تعجبكم. وما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد يا معلم. وبدون ما اطول عليكم يلا بينا لملخص النهارده. وفي مدينة ليهارد قامت مظاهرات بطالب بإعدام أستا، بس فرق فرسان السحر كانت مستعدة، ويوليوس كلمهم وقال لهم إن الميعاد اللي قالت عليه العصابة إنهم يعملوا فيه الإعدام قرب يجي، ولازم كلهم يكونوا مستعدين وينقذوا الرهنتين بأي طريقة. وكيرا قال لهم إن لازم أستا ما يتدخلش لأنه لو استخدم قوته الناس هتصور أكتر عليهم. وكل فرسان السحر كانوا متخفين ومنتشرين وسط الناس اللي بتطالب بإعدام أتباع الشيطان. ويامي طلب من أستا ما يتحركش إلا لما يقول له، وجات الساعة اللي هيتم فيها الإعدام بس ما حدش من العصابة ظهر. وفجأة اتنين من العصابة وصلوا لفانيسا وقالوا لها امشي قدامنا واعملي اللي هنقول لك عليه يا اما هنقتل بنتين قبل الاعدام. وفانيسا اضطرت تتحرك معاهم، وبعدها ظهرت العصابة وكانوا حاطين ماري وسكري على كرسيين، وقالوا لو استا سلم نفسه ليهم هينقذ حياة اصحابه. واستا ما كانش بيرد، وماري وسكري كانوا هيتقتلوا. وفجأة استا سلم نفسه ليهم والناس كانت بترميه بالاحجار، واستا قال للعصابة ابعدوا ايديكم عن البنتين وهسلمكم نفسي. وفعلا العصابة بعدوا السيف عن ماري وسكري، وزعيمهم قال لأستا سلمني كتابك. وفجأة ظهر نسخة تانية من أستا وهجمت العصابة، ويامو والباقيين ظهروا هم كمان وبدأ القتال. وفين ظهر بسحر الانتقال وكان هياخد ماري وسكري، لكن العصابة شافته وهجمته، وكابوي عمل سحر الاختفاء عليهم وكانوا بيهربوا بعد ما نشر دخان في المكان. ويامو وبقية القادة قدروا يمسكوا كم واحد منهم، لكن الباقيين هربوا بالرهاين. أما فانيسا فالاتنين اللي اجبروها تمشي معاهم بعد ما خلاها تطلع من الساحة رموا مادة على الأرض واختفوا هما الاتنين. وقبلها قالوا لها إنهم مش فارق معاهم يموتوا ولا لا لأنهم خلصوا مهمتهم. وأستا كان وصل لبقية العصابة وطلب منهم يسيبوا ماري وسكري، بس هم قالوا له سلم كتابك. وأستا سلم كتابه، ودازو قالت يلا نمشي عشان نكمل مهمتنا، لكن كابوي قال إنهم هيقتلوهم هنا لأن فرسان السحر أكيد هيطردونا ويلاقونا. بس بقية العصابة اتخانقوا معاه وقالوا له أنت جبان. وأستا استغل الفرصة دي وضرب واحد من العصابة، لكن سيونا هجمت أستا بسحر الورق مطر الخناجر. وفجأة يونو ظهر مع بقية فريقه وصد الهجمة وأنقذ أستا، بس سيونا فجرت دخان وأخدوا سكر وكتاب أستا وهربوا. وأستا ما قدرش ينقذ إلا ماري بس، وغوش فرح برجوع أخته. أما يلس فاجتمع بالقادة عشان يناقشوا اللي حصل ويشوفوا طريقة يحلوا بيها الموضوع. وكيرا اعتذر على اللي أتباعه عملوه وقال إنه ما كانش يعرف. وفجأة دخل المساعد وقال إن كابوي بيتصل، ولما ردوا على المكالمة كابوي اعتذر وقال لهم وهو بيطلع في الروح ان العصابه طلعت ما بتدورش على الشيطان عشان تقتله، دول بيدوروا على الشيطان عشان ياخدوا قوته لانهم بيعبدوا الشيطان. ونرجع بالوقت شويه عشان نفهم ايه الحكايه بعد العصابه ما مشيت. سيونا كانت متصابه من هجوم يونو وعملوا لها جرعه للالم، وكابوي قرر يقتل سكري عشان ينتقم ويدمر كتاب استا عشان يقضي على الشيطان. لكن فجاه سيونا بدات تتالم زياده وماتت، ونيوبي كمان. وكابوي بدا يحس بالالم وسال دازو عن اللي بيحصل، ودازو قالت له انهم بيعبدوا الشيطان لانهم ما عندهمش قوة سحرية، والملكة بتقدر بس اللي عندهم سحر. ولما شافوا استا الولد اللي ما عندوش سحر خالص ومع ذلك قوي، عرفوا ان الشيطان هو اللي بيخليه قوي كده، وقرروا انهم ياخدوا قوة الشيطان عشان يبقوا اقوياء زيه. واستغلوا كابوي واصحابه عشان يوصلوا للي هم عاوزينه. وفجأة واحد منهم ضرب كابوي بالسكينة واخدوا سكر ومشيوا. ونروح بقى لاجتماع القادة، وبعد ما سمعوا من كابوي ان بقية عصابته كانت بتخدعه عشان يوصلوا للشيطان لانهم من عبدة الشيطان، ماركوس بلغهم ان الاتصال ده جاي من قرية نيوليو، وراح يامي مع بقية الفرقة للقرية. ووصلوا لكابوي واصحابه وكانوا عاوزين يعرفوا معلومات عن صاحب البيت اللي لقوا فيه كابوي، بس يامي قال ان الناس مش طايقينهم واكيد مش هيقولوا لهم على حاجة. واغربة قال له سيب الموضوع ده عليا وانا هعرف لك كل اللي انت عاوزه. وراح اغربة لست عجوزة اسمها ماغي اتعرف عليها هو وغوش لما كانوا في القرية اخر مرة. ويامي سأل ماغي عن البيت، وماغي قالت له ان البيت ده ملك واحدة اسمها بو، ودي صيدلانية، ولانها ما بتقدرش تستعمل السحر فهي اشتغلت باجتهاد على نفسها لحد ما بقت شاطرة جدا في صنع الادوية. واهل القرية كلهم كانوا بيروحوا لها ومش بيروحوا لدكتور السحر. وان معاها صاحبتها دازو اللي كانت بتحب جوزها جدا، بس جوزها وحماتها ماتوا في هجوم جماعة عين الشمس. ويامي طلب من العجوزة توديهم لبيت دازو، ولما وصلوا لقوا البيت واقع. والعجوزة قالت له ان دازو هي كمان مش قوية في السحر زي ابوه. وبالصدفة لقوا صورة لدازو يوم جوازها، ويامي افتكر شكلها وعرف انها
اسمها البنت اللي كلمته لما كانوا بيدوروا على سكر وماري في المدينة. ونويل لما بصت في الصورة قالت ليامي ازاي العجوزة بتقول ان دازو كانت بتحب جوزها ومكشرة بالطريقة دي في الصورة. ويامي كمان قال ازاي اصلا جوزها وحماتها ماتوا على ايد الشيطان وهي بتعبده. وفي اللحظة دي يوليوس كلم يامي وقال له ان العصابة اللي خطفت سكري كانوا متعاونين من كم واحد من برلمان السحر، ففي احتمال انهم يكونوا عرفوا منهم بموضوع الشيطان ميغاكولا اللي في مملكة سبيد ورايحين يقدموا له سكر على اعتبار انها من خدام الشيطان وكتاب استا. وقرر يامي انه يروح يدور عليهم في المنطقة المهجورة اللي جنب الحدود واخد معه غوش. وفي نفس الوقت يوليوس نظم فرق بحث من فرسان السحر عشان يدوروا هم كمان في كل قرى المملكة، واستا واصحابه كانوا بيدوروا في كل حتة في المنطقة المهجورة، وكل ما كانوا بيلاقوا حد كانوا بيحاولوا يسألوه لكن كانوا بيرفضوا يرد عليهم وبيتجاهلوهم، لحد ما بالصدفة سمعوا صوت عيل صغير عنده إصابة في رجله وكان بيتخانق مع أمه لأنها كانت بتحاول تمنعه ما يروحش للشيطان، لكن الولد كان مصمم إنه يروح علشان الشيطان قوته كبيرة وأكيد هيقدر يعالج رجله. واستا وأصحابه راح ورا الولد على أمل إنه يوصلهم لجماعة عبدة الشيطان، وبعد ما مشوا على أثار الرجلين قدروا يوصلوا لعبدة الشيطان، لكن المفاجأة هي إنهم بقوا كتير جدا وناس كتير انضمت ليهم، وعبدة الشيطان كانوا قربوا يخرجوا من حدود مملكة كلافر ويدخلوا لمنطقة سحر قوي. وسكرة قالت لهم لو حاولتوا تعدوا من المنطقة دي ممكن تموتوا، لكن دازو ما كانش فارق معاها الكلام ده ولا حتى اللي معاها. اما مغنى والباقيين فحاولوا يكلموا يامي عشان يبلغوه باللي شافوه، لكن الاتصال كان متشوش بسبب منطقة السحر القوي. واستا قرر انه يتصرف وما يفضلش مكانه، ونويل راحت وراه عشان تساعده. ووقت ما كانوا جماعة عبدة الشيطان والناس اللي معاهم قربوا على منطقة السحر القوي، استا ونويل وصلوا ليهم. ونويل كانت مترددة ومش عاوزة تهاجم الناس لانها من فرسان السحر والمفروض تحميهم، بس في نفس الوقت كانت خايفة على استا. لكن فجأة الناس كلها ركعت قدام استا على اعتبار انه الشيطان. واستا راح لدازو وطلب منها تسيب سكري وقال لها انها صاحبة مهمة ليهم، وحاول اقنعها انها تتقبل نفسها وترجع للمملكة، بس دازو قالت له انها من صغرها وبتتعرض للتنمر لان سحرها ضعيف، وحتى ابوها وامها واصحابها في المدرسة كانوا بيكرهوها. واستا قال لها بس انت كان عندك حماتك وجوزك وكانوا بيحبوكي ومتقبلينك زي ما انتي، لكن دازو قالت له ان حماتها وجوزها كانوا بيستغلوها وانها بتكرههم وحياتها معاهم كانت جحيم، وكل ده لان المملكة مش بتقدر غير اللي سحرهم قوي. وقالت له ازاي عاوزنا نرجع لده تاني، وكل الناس الموجودة اكدوا على كلام دازو، وقال بوه انهم هيروحوا لشيطان مملكة سبيد اللي قال عليك ابوي عشان يبقوا اقوياء زيه. واستا حاول يفهمهم انه تعب عشان يوصل للي هو فيه، بس هم كانوا عاوزين الطريق السهل. واستا طلب منهم ياخدوه ويسيبوا سكري وهم وافقوا، بس قالوا له انهم هيستنوا لحد ما يعدوا منطقة السحر القوي الاول، وربطوه وربطوا نويل وكملوا طريقهم. ونويل قالت لاستا انها قلقانة يكونوا بيكذبوا، لكن استا قال لنويل انه واثق فيهم وكملوا طريقهم. لكن فجأة ظهر يامي ومعاه مغنى، ولما يامي لقى عددهم كبير حاول يقنعهم انهم يرجعوا، لكن كل الناس كانوا فاكرين ان يامي جاي يعتقلهم، وكملوا طريقهم لمملكة سبيد. وفي اللحظة دي استا قدر يحرر نفسه من الشخص اللي كان ماسكه، واخد نويل وسكري وراح ليامي، ويامي فكهم. ومغنى قال ليامي نروح نهاجمهم، بس هو قال له ما تستعجلش لسه في ناس تانية جاية. وفجأة ظهر فويغ ونزيل. اما جماعة عبدة الشيطان فقدروا يوحدوا قواهم السحرية، ودازو استخدمت سحر الوسيط واستدعت وحش ضخم، بس الوحش هاجمهم ورمى عليهم صخور، واستا ونويل اتدخلوا وانقذوهم. ودازو استغربت انهم انقذوهم وما حاولوش ياخدوا منها كتاب استا. وفي الوقت ده يامي ونزيل وفويغو كانوا بيقاتلوا الوحش، ويامي ضربوا بسحره الاسود، ونزيل عمل ضربة بحر الزئبق، اما فويغو فاستخدم انفاس التنين. ويامي خلص الوحش بسحره القاطع. وبعدها جيكيرا وقائد الفجر الذهبي وويليام قال لهم انا عارف انكم مش هترجعوا معانا بسهولة، بس احنا مش جايين نقبض عليكم، ولانكم مش بتثقوا فينا فارجوكم ادوا لنا وقت نثبت لكم فيه اننا صادقين. والناس كانت واقفة بتسمع كلامهم، والناس قالت انتم مجموعة من النبلاء والملكيين ازاي هتحسوا بينا، بس يامي قال ان مش كل فرسان السحر من النبلاء او الملكيين، وان في فرقته اللي كان مجرم سابق او اللي اتطرد من بيته والقرويين كمان، وهو شخصيا مش من المملكة واتعرض للاضطهاد لما كان صغير. وفويغو اقسم لهم باسم عيلته انه هيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يخلص العالم من الاختلافات والتميز، بس قال لهم ارجعوا بيتكم لحد ما ده يتحقق وخلوا عندكم امل. والناس برضو ما كانتش مقتنعة، لكن ويليام قلع القناع بتاعه وظهرت الندبة اللي على وشه، وقال لهم انه يقولوا يساعدوا وتقبلوا، وطلب منهم يسمحوا لهم يساعدوهم ويرجعوا بيتهم المرة دي. والناس فعلا بدأت ترجع تاني في
تجاه مملكة كليفر، بس ويليام قال لدازو باقي جماعتها ان الموضوع ده ما ينطبقش عليهم وانهم هيتحاكموا على خطفهم للبنتين. ودازو حاولت تهاجمهم بالقنابل المتفجرة، لكن يامي مسك ايدها ورماها منها وقال لها ان الموضوع خلص. وكيرا حكم على دازو واتباعها انهم يتنفوا بره المملكة، ودازو قالت له انها موافقة على الحكم ده بس احنا اللي هنختار نروح فين. وكيرا وافق وساب لهم حرية الاختيار. ودازو رجعت لاستا كتابه واتحركت مع اصحابها، واستا قال لها انه بيوعدها ان كل حاجة هتتغير وهيبقى في مساواة. ودازو راحت لابوه وقالت لها احنا مش معانا رهاين ولا كتب سحرية، ازاي هنعدي منطقة السحر القوية؟ لكن بو مسكت ايدها وطمنتها. وبقيت اصحاب دازو حطوا اقنعتهم على الارض وقالوا احنا هنسيب مملكة كليفر ونتمنى ان المساواة اللي قلت عليها تحصل، لكن لو ما حصلتش اكيد هذا الناس زينا ويكملوا اللي ما عملناهوش. ودازو اخذت اصحابها ومشيوا. وكيرا عمل بوابة ورجعوا كلهم لكليفر. اما دازو فكانت بتقول لنفسها انها سابت جوزها وحماتها يموتوا لانهم كانوا بيشتموها وبيقلوا منها، وانها مش ندمانة على ده لانهم كانوا يستحقوه، واكيد هتوصل لمملكة سبيد وتاخد قوة الشيطان. وتاني يوم استا واصحابه راحوا ليوليوس عشان يبلغوه باللي حصل. وفي الوقت ده جت مكالمة ليوليوس من ملكة مملكة هارت لورو، وقالت له انهم استعدوا عشان يبداوا التدريبات المشتركة بين فرسان سحر مملكة كليفر وبين حراس ارواح مملكة هارت. بس فجأة الملكة لورو حست بألم قوي ووقعت والمكالمة اتقفلت. ويامي بعت نويل واستا مع فين اللي فتح بوابة مكانية لمملكة هارت. وبعد ما اطمنوا على لورو عرفوا منها ان نضارتها الحيوانات سرقتها. واستا اخذ اصحابه وعمل نفسه شبح وقال انا هرجع لك النضارة. وبعد مفاوضات استا دخلها مع الحيوانات قدر يرجع النضارة للورو، لكن يا فرحة ما تمت لورو وقعت وكسرت النضارة. وغاجة ادالها صدفة مليانة نضارات، واستا قال لها يعني انت معاك كل النضارات دي واحنا عملنا كل ده عشان نرجع لك النضارة؟ ولورو قالت لاستا انت اللي استعجلت وجريت قبل ما اكمل كلامي. اما يوليوس فراح مع سكري للمكتب اللي كان بيقعد فيه امبراطور السحر الاول لومير، وفتحت سكري الباب بسحرها. ويوليوس لقى كتاب كان لومير كاتبه وفيه اختراعات لادوات سحريه. ويوليوس قال ان الادوات السحريه دي لو كانت موجوده ما كانش ظهر حد زي دازو قائد جماعه عبده الشيطان، وقال انه هيبعت الكتاب ده لمختبر ابحاث السحريه عشان يصمموا الادوات السحريه ويدوها للناس ويحققوا المساواه. وتاني يوم رجع استا واصحابه للمقر تاني ولقوا سكري مبسوطه. واستا سالها عن السبب بس ما قالتلوش حاجه. واستا كمان كان مبسوط وقال لسكري انهم هيبداوا تمريناتهم مع حراس الروح وهياخدوها معاهم. وبالليل سكري كانت قاعده لوحدها وبتقول لنفسها ان حلم اميرها لومير اخيرا يتحقق. وتاني يوم غراي كانت عاوزه تبقى اقوى وراحت لنويل وطلبت منها تدربها. ونويل حاولت فعلا انها تدربها، لكن غراي كانت بتتكسف ان عينها تيجي في عين اي حد، وده كان بيخليها تقاتل بطريقه وحشه. ونويل يأست من كتر ما حاولت انها تخليها تتخطى المشكله دي. وغوش قرر ان هو اللي يدربها واستخدم المرايات بتاعته وكان حاطط عليها صوره وخلاها تحاول تبص عليها، لكن غراي كانت رافضه وبتقول انها مكسوفه. وغوش لغى صورته في المرايه وقال لها تبص عادي، بس لما جت غراي تبص عدت فراشها من قدام المرايه. وغراي اتعمل لها تنويم مغناطيسي بالغلط. وغوش استغل الفرصه وقال لها انها تعتبر نفسها بشريه بعقل سلحفاه لان السلاحف ما بتتكسفش. ولما غراي صحت من التنويم لقيت نفسها مش عاوزه تغمض عينيها ومش مكسوفه. وغوش اخدها معاه السوق عشان يطمن انها عدت من المرحله دي، لكن لما بص في عينها وحاول يكلمها غراي حس بضغط واتكسفت. بس غوش قال لها ان هيئتها مش مهم لانها مهما غيرت شكلها هتفضل غراي. وفي الوقت ده كانوا فرقه الورده الزرقاء بيتدربوا وبيحاولوا يبقوا اقوى، والبنات اقترحوا على شارلوت انها تعمل تدريب مشترك بين فريقهم وفريق السيران السوداء. وشارلوت كلمت ماركوس وقالت له على طلب التدريب المشترك. وماركوس قال ليوليوس، وفي اللحظه دي يوليوس جات له فكره ان يعمل قتال مشترك بين قاده الفرق عشان يثبت للناس ان فرسان السحر اقوياء ويخليهم يخرجوا من اللي حصل مع جماعه عين شمس منتصف الليل ويرفع من معنويات القاده. وتاني يوم بدا القتال المشترك والقاده اتجمعوا في ميدان المعركه، والقتال كان بينتقل بالبث المباشر للناس. وويليام عمل سحر شجره العالم لكن نزيل صد سحره. ويامي كان يهاجم الشجره بس شارلوت مسكته بسحر النباتات. وجاك هجم على دوريسي وحصل انفجار قوي وانتقلوا كلهم للغابه. ويامي تعاون مع جاك وهاجموا ويليام وشارلوت، لكن شارلوت سدت الهجوم. اما نزيل فكان بيقاتل فويغو وعمل عليه سحر سجن الزئبق، لكن فويغو دمره. وقائد الأوركات البنفسجيه كايزر قال لنزيل انا اساعدك وهدعمك، وهاجم فويغو معاه وعملوا عليه سحر سجن الزئبق. اما يامي وجاك فعمل هجوم مشترك، لكن ويليام عمل سحر شجره العالم ويامي طلع على الشجر عشان يوصل له. وفجاه دوريسي ظهرت واخدت يامي لعالم الاحلام، ويامي كان بيحاول يخرج منه، لكن دوريسي عملت نسخه مشابهه ليامي وبدا يامي يقاتل
قتله. ونرجع لفويغو وكان بيحاول يدمر سحر السجن، لكن تعويذة الدوامة اللي كان عاملها كايزر كانت بتخلي السجن اقوى. بس فويغو استخدم كل قوته وقدر يدمر السجن ويخرج منه، وهاجم كايزر وحاول نزيله انه يهاجم فويغو، لكن فويغو صد هجمته وهاجمه بسحر النيران، وكايزر اتدخل ولغى الهجمة بسحر الدوامة. اما جاك فويليام كان نازل فيه ضرب لانه لوحده يا عيني ومعوش حد، ويامي كان لسه بيحاول يخرج من عالم الاحلام بعد ما خلص على النسخ اللي عاملاها دوريسي. وقرر نزيل انه يتعاون مع جاك وكايزر وعملوا هجمة سحرية قوية، بس ويليام وشارلوت وفويغو عملوا في نفس اللحظة تعويذة مشتركة وهاجموا بيها سحرهم. اما يامي فقال لدوريسي انه جاب اخره واستخدم سحره وكسر عالم الاحلام بتاع دوريسي وانتهى القتال. وهيليوس شكرهم على اللي عملوه، ويامي كان عاوز يقول مين اللي فاز، لكن هيليوس قال له المهم اننا طمنا الناس وورينا لهم قوة القادة الحقيقية، لان المعركة بين مملكة سبيد وبين الشيطان قربت. وتاني يوم فرسان السحر بقى بيتدربوا بحماس اكتر بعد قتال قادة فرسان السحر اللي اتفرج عليه. وجاء يوم اختيار فرسان السحر، واستا ونويل راحوا مع يامي للاختبار عشان يتفرج على الفرسان الجداد. ونويل قابلت نوزيل وافتكرت اللي حصل من سنة في اختبار فرسان السحر، ونوزيل وقتها قال لها انها ما ينفعش تبقى في فرقته ولا تنضم لفرسان السحر لانها عار على آلة الملكة، لكن بعدها قالت لنفسها ان نوزيل قال كده عشان بس يحميها من المعارك اللي ممكن تدخلها، وان لو ما كانش عمل كده ما كانتش بقت في فرقة السيران السوداء واتعرفت على استا وبقيت اصحابها وبقيوا عيلة. ونويل شكرت نوزيل ومشيت، ونوزيل حس ان نويل كبرت وبقت ناضجة. وويليام بدأ اختبار فرسان السحر وعمل سحر شجرة العالم، وابتدوا مشتركين اختبار الطيران بالمكنسة. ووسط الاختبار كانت نويل واستا بيفتكروا ذكرياتهم والتطورات اللي وصلوا ليها. وفي اخر اليوم ويليام رجع سلسلته اللي اخدها منه الشيطان قصر الظل، وقال له ان في حد اسمه ريفنشي جابها له. واستا ونويل رجعوا للمقر مع يامي، وكانت تشارم بتعمل اكل، واستا بص على السماء ومد ايده، وفي نفس اللحظة كان يونو مدد ايده للسماء، وهما الاتنين قالوا هفضل اعلى واعلى لحد ما ابقى امبراطور السحر. وتاني يوم يوليوس اجتمع بقادة فرسان السحر وقال لهم انهم هيبدأوا التدريبات المشتركة مع مملكة هارد، وطلب من كل قائد يقترح فرسان من فرقته عشان ينضموا للتدريب. وبدأ كل قائد يقول على الفرسان اللي عاوزهم يشتركوا في التدريب مع حراس الروح. وريل افتكر خناقته مع تشارمي في قصر الظل وشكله كده وقع في حبها. وريل قال ليوليوس انه بيرشح نفسه عشان ينضم للتدريب، وقال لنفسه لازم ابقى اقوى عشان الفت نظر الانسه دي. وبعدها بديل يوليوس اللي متنكر في شكله لانه مش قايل للعيله المالكه والنبلاء انه بقى عيل صغير. والملك وماركوس عملوا حفله توزيع الاوسمه والنجوم، وراحوا الفرسان اللي عملوا انجازات في الفتره الاخيره وبداوا يستلموا النجوم ويعرفوا المراتب اللي اترقوا ليها. ويونو اخذ 77 نجمه وترقى للمرتبه الاولى، والملك صرخ وقال انتوا نسيتوا تكرموا اهم واحد سيكي اللي كان دايما بيساعدنا وانقذني في هجوم جماعه عين الشمس، وعلشان كده لازم نرقي للمرتبه الاولى. وسيكي بص على فرسان السحر والقاده وقال شكلهم هيقتلوني، بس عدت بسلامه. والملك بعد ما قال الكلمتين اللي واقفين في زوره اخذ سيكي ومشي. ويامي اتكرم على انجازاته واخذ وسام، وخلصت الحفله ويامي رجع للمقر. اما يونو فكان حس انه قرب من حلمه انه يبقى امبراطور السحر، والانغريس كان بص عليه وبيراقبه من بعيد. وتاني يوم في مقر الفجر الذهبي الانغريس سمع من كام شخص من الفرقه بتاعته بيقولوا ان يونو بقى فارس من الرتبه الاولى زي الانغريس وشكله هيبقى نائب القائد. ولان الانغريس هو نائب القائد فاتضايق من كلامهم وراح ليونو وطلب منه انهم يتواجهوا، ويونو وافق. وويليام وصل له الخبر وعرف ان يونو والانغريس هيتواجهوا. وفي وقت ما كان الانغريس ويونو بيستعدوا الانغريس قال ليونو ان المواجهه التدريبيه ممله، ايه رايك لو نخلي اللي يخسر مننا يسيب فرقه الفجر الذهبي؟ واعضاء الفرقه استغربوا من كلام الانغريس وكانوا متفاجئين، بس ويليام كان هادي وعايز يشوف اللي هيحصل. وبدأ القتال والانغريس هاجم يونو بالسحر المكان الهجومي، لكن يونو اتفادى الهجمه وهاجمه بسحر تشكيل الرياح سيوف الرياح. والانغريس صد الهجمه لكن في سيف لحقه وجرحه في ايده، ويونو قال له قاتل بجديه لانك لو ما عملتش كده هتتاذي. والانغريس استخدم قوته كلها، ويونو كمان عمل دمج الروح. والانغريس هاجمه بالتعويذه اللي استخدمها لما الالف كان مسيطر عليه، بس يونو اتفادى الهجوم. والانغريس هاجمه مره تانية بس بقوه اكبر، والهجمه جت في يونو لكن يونو ما تاثرش بالهجمه. وفجاه يونو وصل عند الانغريس وحط سيف على رقبته، والانغريس قال له كده انت اللي فزت، بس يونو قال له انت كنت قاصد تخسر، لكن الانغريس قال له ان الكلام ده ملوش لازمه بما انك فزت. ويونو قال له يعني هتمشي من الفرقه كده بسهوله، لكن الانغريس ما ردش عليه وراح لويليام وقال له انا اسف ان عملت المواجهه دي من غير ما استاذنك. بس ويليام
ويليام قال له هي دي عادتك وما كانش ليه لازمه تعمل كل ده عشان تسيب الفرقه. ولانغرس قال له انت عرفت؟ ويليام قال له اكيد انا اعرفك كويس. ولانغرس ساب الفرقه ومشي وراح لفينيس وودعها وودع فين ومشي. وتاني يوم استا وبقيه فرسان السحر اللي هيتدربوا مع حراس الروح راحوا لمملكه هارد، ولاقي هناك تشارمي قاعده على رجل لورو ولورو بتاكل فيها. ولما سالوها ايه اللي جابها هنا، تشارمي قالت لهم انا بروح اي حته فيها اكل حلو. وبعدها غاجة عرفهم على بقيه حراس الروح، سرادا ودي حارسه روح الارض، وبطروف حارس ارواح النباتات، وفلوغا حارس ارواح النار، واسموريك حارس ارواح الرياح. وبعدها غاجة بدأ يقسم استا واصحابه ويقول له كل واحد منهم هيتدرب مع اي حارس ما عدا استا لانه من المستوى الغامض. وغاجة قال له انه هيقتله الاول عشان يحدد قوته. اما سكر ونويل فالملكه لورو وانديني هم اللي هيدربوهم. وغاجة طلب من كل واحد منهم يتوجه على حارس الروح اللي هيدربه. وميمو وشارلوت راحوا لسرادا وكانت بتدربهم ازاي يستخدموا المانا الخاصه بالطبيعه مع المانا بتاعتهم. وده نفس اللي حصل مع بقيه الفرسان. ولورو قالت لنويل وسكري ان الشخص اللي مغيكولا محتل جسمه هي الساحره فانيكا، ومفيش قدامهم طريقه يهزموها بيها الا انهم يوحدوا قوتهم هم الاربعه، لان نويل وسكري قوتهم مش عاديه. واندينا قالت لهم انها تحدد فانيكا قبل كده وكانت هي ولورو بس ضدها، والنتيجه كانت ان لورو اتصابت بلعنه هتقتلها، وترجتهم انهم يساعدوهم في انقاذها ويتعاونوا معاهم عشان يخلصوا على الشيطان. ونويل قالت لهم انها تحاول بكل قوتها انها توقفه وبدأت تدربهم. ولورو عملت سحر النسخ وعملت نسخ كتيره من نويل، وابتدت نويل وسكر تقاتلهم. اما استا فكان بيقاتل غاجة عشان يحدد مستوى قوته، لكن غاجة كان اقوى منه وكان بيستخدم سحر الارض. وفي اخر اليوم استا كلم يامي وحكى له على التدريبات وقال له يومهم ماشي ازاي. ويامي قال انهم عاوزين يطلعوا كل قوتهم. وتاني يوم استا رجع يقاتل غاجة مرة تانية، ومع انه كان بيستخدم سيف الغاء السحر لكن كان صعب عليه انه يهزم غاجة. وغاجة قال له لو ما قدرتش تهزمني يبقى مش هتقدر تهزم الشيطان. بس استا قال له عايز احاول مرة تانية. وغاجة قال لنفسه يا ترى اسرار استا ده هو اللي خلاه قوي كده. وليو كان بيتدرب مع فلوغا حارس روح النار، بس فلوغا لاحظ ان ليو متردد شوية في الهجوم، ولما سأل عن السبب ليو قال انه معاه اخ واخت كبار اقوياء ودايما شايف قدامه قوتهم وبيقتدي بيهم ونفسه يبقى زيهم. وفي الوقت ده كانت ميريو بتقاتل يامي في جزيرة البركان كنوع من التدريب، وميريو كانت بتهاجم يامي بنيرانها لكن يامي كان بيهرب من هجومها. وميريو اتحركت بسرعة كبيرة وضربت يامي وقعته جوه البركان، لكن يامي لحق نفسه وخرج منه وضرب ميريو بسحر الظلام. ونرجع تاني لاستا وكان لسه مستمر في صد هجوم غاجة بسيف الغاء السحر، بس ما كانش قادر يسيبه بهجماته. وميريو هنا صدت هجوم يامي بس يامي ضربها وبعدها بعيد بمنطقة المنى بتاعته. واستا هنا كان بيفكر في طريقة يهزم بيها غاجة، وغاجة قال له لو قدرت تصيبني بضربة واحدة هعتبرك فايز. اما يامي فميريو فضلت تهاجمه بلكماتها لحد ما دخل للبركان، بس يامي بدأ يتحرك جوه البركان ويحاول انه يضربها، بس ميريو قالت له استعد للموت وعملت هجمة قوية جدا. وغاجة هنا كان بيحضر لهجمة قوية برضه. واستا ويامي في نفس اللحظة قال ان الوقت جه عشان يتخطى حدودهم. وفجأة يامي عمل حاجز على نفسه وقدر يصد هجمة ميريو وعمل سحر الظلام الهجوم القاطع المظلم وضرب بيه ميريو. اما استا فاتفادى هجمة غاجة ورماه بسيفه، وغاجة قال له برافو عليك، واستا فرح وقال اخيرا عملتها. ويامي كمان هزم ميريو وقدر يتحكم في منطقة المنى بتاعته وخلص تدريبه مع ميريو ومشي. وفي نهاية اليوم حراس الروح قدموا تقاريرهم عن التدريبات وتلاميذهم للورو، ولورو قالت لهم ابذلوا اقصى جهدكم. وفي مملكة سبيد كانوا بياخدوا الناس للتجارب وبياخدوا كل المنى بتاعتهم، وكم شخص من المقاومة شافوا اللي حصل وكانوا عاوزين يبلغوا مملكة كلافر، بس جنود مملكة سبيد حسوا بوجودهم وهجموا عليهم ومسكوهم، وما قدرش يهرب منهم الا واحد بس اسمه رالف. ونرجع تاني لمملكة هارت، وقدرت نويل تبقى اقوى وتهزم خصمها في التدريب، ولورو قالت لها انها اتطورت وان بقية الفرسان كمان اتطوروا في التدريب. اما استا فكان بيتدرب مع غاجة وحاول يستخدم نفس الهجوم اللي عمله قبل كده، بس غاجة اتفاداه وقال له اكيد مش هتخدعني بنفس الطريقة مرتين. وغاجة هاجمه بسحر البرق، لكن استا ظهر منه الشيطان وقدر يصد الهجوم بسهولة وهاجم غاجة
حاجة. أما رالف فكان بيحاول يعدي منطقة السحر القوي عشان يبلغ مملكة كلافر باللي شافه في مملكة سبيد. وبعد فترة لورو استدعت أستا وأصحابه وقالت لهم إن جيش سبيد قرب عليهم، وبعد ما احتلوا مملكة دايموند جاء الوقت على مملكة كلافر ومملكة هارد، وطلبت منهم يقطعوا عليهم الطريق. وميمو قالت الأحسن إنهم يستنوهم يعدوا منطقة السحر القوي على أساس إن قوتهم تكون ضعفت شوية وبعدها يهاجموهم. لكن لورا قالت لهم إن ده ملوش فايدة لأنهم جايين في حصن متنقل وبيستعملوا أصحاب المستوى المنخفض كطاقة عشان يحركوا بيها الحصن. وأستا أول ما سمع كده اتحرك ناحية الحصن، ووقت ما كان واحد من حراس سبيد بيتهجم على واحدة ست وبنتها أستا وصل وكان شكله متغير والعضلات ظهرت وحاجة آخر جمدان يا معلم. وأستا لقي ناس كتير ميتة في الأرض، واحد من الحراس حاول يهاجمه لكن أستا رماه بعيد وضرب الاتنين اللي معاه. والست قالت لأستا إنهم بيستخدموهم عشان بس يمشوا الحصن. وأستا اتضايق وبدأ يضرب في الحراس واحد ورا التاني، كان أستا بيخلص عليهم. ووصل القائد بتاعهم وأستا قال للقائد إزاي تعمل كده في شعبك، لكن القائد قال له إنهم حسالة وملهمش لازمة. وفجأة أستا بدأ لون جسمه يتغير وحس بألم كبير شكلنا حسدناه. فالمهم والقائد قال له إزاي حسالة زيك يبقى معاه قوة الشيطان، والقائد كان بيستخدم سحر السم، لكن أستا لغى السحر بسيفه وبضربة واحدة خلص عليه. وبعدها نويل والباقيين وصلوا وشكلهم اتغير واتطوروا، وميمو استخدمت السحر الشفاء على المصابين. والناس قالوا لأستا وأصحابه إن جيش مملكة سبيد بيهجموا عليهم وبيخطفوهم من بيوتهم. ولورو بعتت ليو لاك لمقر من مقرات جيش سبيد قالوا عليه الناس اللي أستا أنقذهم، وهجم عليه ليو لاك وخلصوا على كل اللي فيه. وأستا قال للناس إنهم يقدروا يرجعوا قريتهم من غير خوف. والست قالت لأستا إن حاليا اللي بيحكم مملكة سبيد سحرة أشرار اسمهم ثالوث الظلام، وإنهم أقوياء جدا لدرجة صعب يتخيلوها. وفي قرية هاجي وصل رالف أخيرا بعد ما طاقته خلصت، وقع على الأرض قدام ليلي وهو بيقول يونو. وليلي أخدته الأوضة علجته بسحرها بس جروحه كانت عميقة. أما أستا وأصحابه فلورا قالت لهم إنهم يحاولوا يحرروا المناطق اللي مملكة سبيد مسيطرة عليها ويحاصروهم في مملكتهم. وتشارمي كانت عايشة حياتها في مملكة هارد وبتجمع كل الفواكه النادرة اللي بتلاقيها. وأستا طار بسيف إلغاء السحر لتشارمي عشان يجيبها. وغاجا كان بيدرب ليو لاك، وبعد ما أستا وصل لتشارمي لقيها اتنفخت زي البالونة من كتر الأكل والخروف بتاعها كبر وبقى ضخم. وبكده يكون نهاية حلقتنا للنهاردة، فما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل حلو وجديد. ويا رب دايما تكونوا بخير، واريوس يا اخواتي.